أول ما اليوم بيبدأ زي مدينة بتصحى على نور جديد، الكود كمان بيصحى. البرمجة مش مجرد سطور مكتوبة، دي لغة بنبني بيها أفكارنا ونحولها لأدوات حقيقية. أول خطوة نفهم المشكلة، بنقسمها لأجزاء صغيرة ونرسم لها خريطة في دماغنا. بعد كده نبدأ نكتب كود نظيف، كل سطر فيه له هدف واضح. خلونا نفكر كده. كل لمسة على شاشتنا، كل أغنية بنسمعها، وكل فيلم بنتفرج عليه، يا ترى إيه اللي ورا كل ده؟ الحقيقة إن وراه عالم تاني خالص، عالم من الأكواد والتعليمات. يعني السوشيال ميديا وسبوتيفاي وكل الخدمات دي اللي بقت خلاص جزء من يومنا، كلها قايمة على أساس واحد مشترك. طيب، إيه هو بقى السر اللي بيخلي كل التطبيقات والمواقع دي تشتغل بالشكل السلس اللي بنشوفه ده؟ وإزاي مجرد أفكار في دماغ ناس بتتحول لبرامج حقيقية نقدر نتفاعل معاها على شاشاتنا؟ الإجابة ببساطة شديدة هي البرمجة. طب يعني إيه برمجة؟ بص، اسهل طريقة نتخيلها بيها إنها زي وصفة أكل بالظبط. بدل ما بنكتب مقادير وخطوات للشيف، إحنا هنا بنكتبها للكمبيوتر. الوصفة دي هي اللي بنسميها البرنامج، والكمبيوتر هو الشيف بتاعنا اللي بينفذ التعليمات دي خطوة بخطوة وبدقة متناهية طبعا، عشان في الآخر يطلع لنا النتيجة اللي إحنا عايزينها. وعشان نكتب الوصفة دي، إحنا محتاجين لغة الكمبيوتر يقدر يفهمها. هي دي بقى لغات البرمجة. كل لغة ليها القواعد والأسلوب بتاعها، زي اللغات اللي بنتكلم بيها بالظبط، بس دي مصممة مخصوص عشان ندي بيها أوامر للآلات. طيب تمام، إزاي بقى الوصفة دي بتتحول لحاجة نشوفها على الشاشة؟ الموضوع بيمشي في 3 خطوات أساسية. أول خطوة كتابة الكود، يعني المبرمج بيكتب التعليمات بتاعته بلغة برمجة معينة. تاني خطوة الترجمة، لأن الكمبيوتر للأسف مش بيفهم كلامنا، فلازم يكون في وسيط، برنامج كده في النص، ياخد الكود اللي كتبناه ويترجمه للغة الآلة اللي هي عبارة عن وحايد وأصفار. وآخر خطوة التنفيذ. خلاص بعد ما الكود اترجم، الكمبيوتر بقى بياخد التعليمات دي وينفذها، وساعتها بقى بنشوف النتيجة النهائية، صورة تظهر، أغنية بتشتغل، أي حاجة. عالم البرمجة ده عالم واسع جدا وفيه عشرات اللغات، كل واحدة ليها نقط قوتها واستخداماتها. لكن في لغة معينة قدرت تعمل حاجة استثنائية، قدرت تجمع بين القوة والسهولة وفتحت باب البرمجة لناس أكتر بكتير. اللغة دي هي بايثون، وسر قوة بايثون الحقيقي هو الفلسفة اللي وراها، إن البرمجة مش لازم تبقى حاجة معقدة. تصميمها بيخلي كتابة الكود شبه كتابة جمل إنجليزية بسيطة. الهدف كان واضح من الأول، خلي المبرمج يركز على فكرته وإبداعه بدل ما يضيع وقته في إنه يفهم قواعد اللغة الصعبة. وبايثون على فكرة مش لغة جديدة خالص، رحلتها بدأت في أواخر الثمانينات على إيد المبرمج الهولندي جيدو فان روسوم، وأول إصدار رسمي نزل للناس كان سنة 1991. ومن اليوم ده واللغة في تطور مستمر، وشفنا إصدارات مهمة زي بايثون 2 وبايثون 3 اللي ضافوا لها إمكانيات ضخمة وثبتوا مكانتها بين أكبر لغات البرمجة في العالم. غالبا أول حاجة بتيجي في بال أي حد لما يسمع اسم بايثون هي التعبان الضخم، بس المفاجأة بقى إن الاسم ملوش أي علاقة بالزواحف نهائياً. الحقيقة إن جيدو فان روسوم كان من أشد المعجبين بفرقة كوميدية بريطانية قديمة اسمها مونتي بايثون، وهو بيطور اللغة اختار الاسم ده كنوع من المرح مش أكتر. وده لوحده بيورينا كتير عن روح اللغة نفسها، إن البرمجة ممكن تكون حاجة ممتعة وبسيطة. طيب، إيه بقى اللي خلى لغة بدأت كنوع من الدعابة تبقى واحدة من أهم لغات البرمجة في العالم كله؟ بايثون عندها شوية قوة خارقة كده هي اللي بتميزها عن غيرها. تعالوا نمسك القوة دي واحدة واحدة. أول حاجة السهولة، زي ما كنا بنقول تصميمها بسيط وواضح، وده بيخليها أحسن نقطة بداية لأي حد لسه مبتدئ. تاني حاجة إنها مجانية ومفتوحة المصدر، يعني بايثون دي عاملة زي هدية للعالم كله، أي حد ممكن يستخدمها ويعدل فيها ويشارك في تطويرها، وده خلق حواليها مجتمع عالمي ضخم جدا بيدعمها. ثالثاً إنها بتشتغل في أي حتة، يعني الكود اللي نكتبه على ويندوز هو هيشتغل على ماك أو لينكس من غير ما نغير فيه أي حاجة. ورابع حاجة ودي مهمة قوي هي قوة المجتمع ده. المجتمع ده بنى آلاف المكتبات الجاهزة، يعني أكواد جاهزة بتعمل مهام معينة. محتاجين نحلل بيانات هنلاقي مكتبة، عايزين نبني ذكاء اصطناعي في مكتبات جاهزة، مش محتاجين نبدأ كل حاجة من الصفر. في وثيقة مشهورة قوي في عالم بايثون اسمها The Zen of Python أو روح بايثون، بتلخص المبادئ اللي اتبنت عليها اللغة. ومن أهم المبادئ دي إن البساطة والوضوح دايما أحسن من التعقيد. الهدف إننا نكتب كود شغال كويس وفي نفس الوقت يكون سهل إن أي حد يقراه ويفهمه. طيب، كل الكلام النظري ده جميل، بس القوة الحقيقية لأي لغة برمجة بتبان في استخداماتها على أرض الواقع. والمفاجأة إن بايثون موجودة حوالينا في كل مكان تقريباً. يمكن أكبر دليل على قوة بايثون هو إنستجرام. تخيلوا كل العمليات اللي بتحصل في الخلفية، من أول ما الصورة أو الفيديو يترفعوا لحد ما يظهروا لملايين المستخدمين في نفس اللحظة، كل ده بيتم إدارته بأنظمة مبنية بالكامل على بايثون. ومش بس انستجرام،
تطبيقات ضخمة كلنا بنستخدمها زي سبوتيفاي وريدت بتعتمد على بايثون بشكل أساسي عشان تحلل كميات بيانات مهولة وتقدم لنا توصيات مخصوص، وكمان عشان تشغل خدماتها الأساسية. وقوة بايثون مش بس في تطبيقات الإنترنت، دي بتستخدم في أكتر المجالات العلمية تطوراً في العالم. يعني العلماء في وكالة ناسا بيستخدموها في حساباتهم المعقدة، وفي المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية سيرن بتساعدهم يحللوا بيانات تجارب فيزياء الجسيمات الصعبة جداً. التنوع ده هو سر انتشار بايثون، يعني هي اللي بتشغل الخلفية بتاعة المواقع اللي بنظهرها كل يوم، وفي نفس الوقت بتساعد العلماء يحللوا بيانات معقدة. والأهم من كل ده إنها بقت اللغة الأساسية في عالم الذكاء الاصطناعي، من أول العربيات اللي بتسوق لوحدها لحد المساعدين الصوتيين. وكمان بتساعد في أتمتة المهام اليومية البسيطة، يعني نكتب برنامج صغير يعمل مهمة مملة بدلنا. وهنا بقى بتظهر عبقرية بايثون الحقيقية، إن لغة بالبساطة دي اللي أي حد ممكن يتعلم أساسياتها بسهولة هي نفس اللغة القادرة على بناء أنظمة بتخدم ملايين البشر زي انستجرام، وبتساعد العلماء على اكتشاف أسرار الكون. وده بيوصلنا للسؤال الأهم: لو أداة بالسهولة دي قادرة تشغل انستجرام وتساعد علماء في ناسا، يا ترى إيه المشكلة اللي ممكن نحلها بيها؟ إيه الفكرة اللي ممكن نحولها الحقيقة؟ الإمكانيات فعلا ملهاش نهاية، والبداية ممكن تكون أبسط بكتير مما نتخيل. أهلاً بيكم. كتير مننا بيفكر يبني موقع ويب بنفسه، لكن بيحس إن الموضوع ممكن يكون معقد أو صعب. الشرح ده معمول عشان يكسر الحاجز ده. النهاردة هنرسم مع بعض خريطة طريق بسيطة وواضحة عشان نتعلم HTML، اللي هي حجر الأساس لأي حاجة بنشوفها أونلاين. طيب، خلينا ندخل في الموضوع على طول ونسأل سؤال مهم جداً. ليه لازم نبدأ ب HTML بالذات؟ يعني إشمعنى هي؟ إيه اللي يخليها حجر الأساس لكل حاجة على الإنترنت؟ الرقم ده ممكن يبان مجرد إحصائية، بس الحقيقة هو بيقول كل حاجة. تخيلوا إن 96.4% من كل المواقع على الإنترنت مبنية باللغة دي. ده معناها إن تعلمها مش رفاهية أو اختيار، لأ، ده ضرورة. أي موقع بيخطر على بالك من فيسبوك وجوجل لحد أصغر مدونة، الهيكل الأساسي بتاعه هو HTML. دي اللغة اللي الويب كله بيتكلم بيها. وعشان نبسطها خالص، ال HTML دي عاملة زي الهيكل العظمي لأي صفحة ويب بنشوفها. هي اللي بترسم الخريطة للمتصفح وتقول له: اسمع، ده العنوان الرئيسي، ودي فقرة تحته، وهنا حط صورة، وده لينك يودي على حتة تانية. من غير الهيكل ده كل حاجة هتبقى مجرد كلام سايح على بعضه، كومة نص من غير أي شكل أو تنظيم. يعني الموضوع مش إنها مهمة وخلاص، لأ، دي ضرورية. هي اللي بتحط الأساس وبترص كل قطعة في مكانها الصح. وبعدين تيجي لغات تانية زي CSS عشان تدي ألوان وشكل حلو، وجافا سكريبت عشان تضيف التفاعل والحركة. وأحلى حاجة في القصة دي كلها إن بالرغم من كل الأهمية دي، هي لغة سهلة جدا في التعلم. يعني هي فعلا أفضل بوابة ممكن أي حد يدخل منها لعالم تطوير الويب. طيب، كده فهمنا ليه HTML مهمة. نيجي بقى للسؤال الأهم: إزاي نتعلمها؟ عشان الموضوع ما يبقاش عايم ومحدش يتوه في النص، حضرنا خطة طريق واضحة جدا ومتقسمة على 3 أسابيع. خطة سهلة وبسيطة تخلي أي حد يمشي عليها. الرحلة بتاعتنا هتبقى متقسمة على 3 محطات، أو يعني 3 أسابيع. كل أسبوع هنركز على جزء معين. هنبدأ بالأساسيات القوية اللي مفيش غنى عنها، وبعدين الأسبوع اللي بعده نبني فوقيها بالمهارات المتوسطة، وفي الآخر خالص هنضيف اللمسات المتقدمة. كل خطوة بتوصل للي بعدها بشكل منطقي جدا وسلس. في الأسبوع الأول الموضوع كله محتاج من 5 ل7 ساعات بس. والله زي ما بقول كده، في الوقت القصير ده أي حد هيكون قادر يتقن أساسيات اللغة. يعني هيعرف إزاي يبني الهيكل بتاع الصفحة، يحط العناوين والفقرات، يضيف لينكات وصور، والحاجات دي لوحدها بتمثل حوالي 80% من أي صفحة ويب بنشوفها كل يوم. الأسبوع التاني بقى الصفحة هتبدأ تتكلم معانا شوية. هنتعلم إزاي نعمل الحاجات التفاعلية زي الفورمز، يعني مثلا فورم تسجيل الدخول أو صفحة اتصل بنا اللي بنملى فيها بياناتنا. وكمان هنخش على الحاجات الأقوى اللي جت مع HTML5، ودي وسون جديدة بتخلي كود الصفحة منظم أكتر ومفهوم لمحركات البحث زي جوجل. ونيجي للأسبوع الثالث والأخير، هنا بقى بنوصل للمستوى المتقدم. هنتعلم إزاي نحط ملفات صوت وفيديو جوه الصفحة بتاعتنا، وإزاي نرسم أشكال ورسومات بسيطة، وحتى إزاي نخزن بيانات على المتصفح نفسه. بنهاية الأسبوع ده المتعلم هيكون معاه كل الأدوات اللي تخلي يبني أول مشروع حقيقي ليه، مشروع بسيط بس متكامل زي صفحة سيرة ذاتية تفاعلية مثلا. طيب، كفاية كده كلام نظري، صح؟ تعالوا نشوف بعينينا الموضوع ده عملي وبسيط إزاي. مثال صغير والسريع هيورينا قد إيه لغة HTML دي مباشرة وسهلة. بصوا كده على المثال ده.
حاجة في منتهى البساطة. عشان نخلي النص ده عريض أو بولد، كل اللي حصل إننا حطينا النص بين علامتين، واسم بداية واسم نهاية اللي هما بي وبي بس كده. شفتوا إزاي بلمسة بسيطة شكل النص اختلف تماماً؟ ده بيورينا قد إيه اللغة دي منطقية ومباشرة. والحلو بقى إن دي مجرد البداية، في وسوم تانية كتير زي ما هو واضح قدامنا، كل واحد فيهم ليه وظيفة معينة. واحد يخلي الكلام مايل، والتاني يعمل هايلايت بلون مختلف، أو يحط خط تحت الكلام، أو حتى يشطب عليه. كلها أدوات بسيطة جدا بتدينا في النهاية تحكم كامل في شكل المحتوى بتاعنا. تمام، كده عرفنا ليه نتعلمها وإزاي نتعلمها بالخطة بتاعتنا. يبقى فاضل السؤال الأخير، فين؟ منين نجيب المصادر اللي هتساعدنا في الرحلة دي؟ والخبر الأحلى إن كل المصادر اللي هنتكلم عنها مجانية تماماً. لو بنتكلم عن المصادر العربية فالحقيقة في كنوز متاحة، على رأسهم طبعاً قناة وموقع زيرو ويب سكول اللي يعتبروا من أقوى وأهم المراجع في الوطن العربي كله، وشرحهم بسيط وممتاز. جنبهم كمان في دورات مكثفة على يودمي وقنوات يوتيوب تانية وكتب بتغطي كل صغيرة وكبيرة ممكن نحتاجها. أما بقى لو اللغة الإنجليزية مش عاملة مشكلة، فالمصادر العالمية لا تحصى. موقع زي فري كود كامب بيقدم دورات متكاملة وكمان بيدي شهادات معتمدة. لكن الأهم من كل ده، وبجد ده أهم موقع لازم أي حد يعرفه، هو MDN Web Docs. ده يا جماعة الدستور بتاع مطوري الويب، المرجع الرسمي الأول والأخير اللي كلنا بنرجع له عشان نتأكد من أي معلومة. ده غير طبعاً كورسيرا و W3 Schools وغيرهم كتير، كلها مصادر بجودة عالمية. كده يبقى احنا لفينا لفة كاملة على الموضوع، فهمنا أهمية HTML ورسمنا خريطة طريق واضحة عشان نتعلمها، وعرفنا كمان أفضل المصادر المجانية. دلوقتي خلينا نجمع كل الخيوط دي مع بعض ونشوف إيه الخطوات الجاية. يعني الزتونة كلها في 4 نقط. أول حاجة، HTML هي الأساس، مفيش مفر منها. تاني حاجة، تعلمها سريع ومش بياخد وقت طويل. تالت حاجة، المصادر متوفرة ومجانية وبجودة عالية. ورابع حاجة ودي الأهم، هي مجرد البداية، هي المفتاح اللي هيفتح باب CSS وجافا سكريبت. طيب إيه اللي ممكن أي حد يعمله من بكرة عشان يبدأ؟ الموضوع فعلا أبسط ما نتخيل. الخطوة الأولى هي البداية بالأساسيات، بعدين التطبيق العملي على طول في مشاريع صغيرة حتى لو كانت صفحة واحدة بسيطة. خطوة ثالثة مهمة جدا هي الانضمام لمجتمعات المطورين أونلاين، دي بتفرق في الدعم وتبادل الخبرات. وبمجرد ما الواحد يحس إنه مرتاح مع HTML، يفتح الباب اللي بعده على طول CSS عشان يبدأ يضيف لمسته الفنية ويدي للحياة والألوان. وفي الآخر، مهم دايماً نفتكر إن عالم التكنولوجيا ده بيتغير كل ثانية، والطريقة الوحيدة عشان نفضل مواكبين هي إننا منوقفش تعلم أبداً. أتمنى يكون الشرح ده نقطة بداية مفيدة لأي حد حابب يدخل المجال ده.